أهلا بكم في واحد من أكبر وأهم الأحداث الثقافية في الشرق الأوسط، معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. هنا المكان اللي بيجمع كل عشاق الكتب والقراءة من كل حتة في العالم. استعدوا تشوفوا عالم مليان أفكار، قصص وإلهام في أجواء استثنائية. جولة مختلفة بين الأجنحة الدولية، الكتب النادرة والفعاليات اللي تفضل في الذاكرة. جاهزين لمغامرة ثقافية ما تتنسيش؟ يلا بينا. صباح الخير، عاملين ايه؟ انا كتير جدا ما صورتش فلوج، والنهارده حسيت ان اليوم ده ممكن يكون تغيير، والواحد بيحاول يرجع لمود الفلوجينج ومود الكونتنت كريشن. حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها كتير السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها هي ان انا احضر معرض الكتاب، بس كل سنه كنت بلاقي نفسي مشغول وبتسحل في حوارات، فباجي في الاخر مش بعرف ان انا اروح. هنروح المعرض، هنتفرج على الاجواء هناك عامله ازاي. انا رحت المعرض ده من مثلا 5 سنين او 6-7 سنين، وبصراحه كانت الاجواء فيه حلوه جدا واتبسطت جدا. السلام عليكم، احمد باشا. حمزه يا جماعه، اخبار؟ الحمد لله. والله احنا احتاجنا نروح نمون عشان المشوار طويل. قول لنا كده يا باشا بقى، عايز تشتري ايه في المعرض او متحمس لايه بالظبط؟ انا بصراحه مش رايح اشتري حاجه. في بعض المراجع مش لاقيها اونلاين، فبصراحه محتاج اجيبها. لو غاليه هضطر استنى ممكن لاخر المعرض، لان الاسعار بتنزل في الاخر عشان تكلفه النقل والكلام ده. انا فعلا انت عندك حق في حته التوفير ديت، لان انا فاكر قلت لك اظن قبل كده في اخر المعرض جبت باين 3-4-5 مجلات ناشونال جيوغرافيك. كانوا باين اوريجينال او حاجه زي كده بسعر مش عارف، راجل باعهم لي قال لي خدهم باي حاجه. قال لي الواحده كانت يمكن ب 10 جنيه او حاجه زي كده. انا استغربت اصلا، من غير ما افاصل من غير ما اتكلم معاه لقيته بيديني عرض رهيب يعني. طبعا دي حقيقه، اللي عايز يوفر في الكتب يعني فعلا يروح في الاخر. بس لو الكتب اللي هو بيدور عليها او الكتاب اللي بيدور عليه نادر شويه ممكن ما يلاقوش. صحيح، لو عليه طلب كتير او كده بيخلص بسرعه. اوشكنا على بلوغ وجهتنا. حمس، انت اللي هتمسك التذاكر النهارده. ماشي. هتبقى مهمه صعبه دي. معرض القاهره حاجه تانية بصراحه، في دايفرستي رهيبه الصراحه. سلطنه عمان كلها جت، يعني السلطنه كلها جت. الله اكبر عليك. كلمنا عن السلطان هيثم وكل الاشقاء. السلام عليكم. قالوا لنا انتوا معاكم كاميرا فبناخد تصريح طبعا، فقعدنا حوالي تلت ساعه 25 دقيقه كده، بس الحمد لله مش انا كومبليشد يعني. الحمد لله. الحمد لله. الاكل اهو. انا سبقتك بقى معلش. حمزه سبقني عشان انا كنت بركب الان فلتر. الف انا ابو. هناكل دلوقتي وبعد كده ان شاء الله هنتمشى نشوف الاماكن المختلفه هنا. الحمد لله خلصنا اكل. هي ديت هم بدأوا الصلاه ولا ده قرآن قبل الصلاه ولا ايه؟ لا ده بيجرب في ناس قاعده يعني شويه اذكار كده. الله أكبر في الصباح إذا سرى منه الضياء إلى القلوب نديا. انت ايه المكان اللي انت كنت عايز تروحه؟ ايوه هو اسمه ايه؟ دار العالم العربي. الكتاب ده ميزته ان هو بيعرفك ازاي العرب تصرفوا في بعض الكلمات الاعجميه، يعني ايه الحروف اللي ابدلوها. اسمه ايه؟ اسمه اللغه العربيه في عصر الحروب الصليبيه. ميزته ان هو بيعرفك العرب لما كانوا بيتصلوا اخرى كانوا بيبدلوا الحروف ازاي. يعني مثلا الميم تنقل باء تحول الى باء في بعض الاحوال. ده لو بيغير من كلمه اعجميه لكلمه عربيه. هو العرب معروف يعني عند العلماء ان هم بيتلاعبوا بالالفاظ او يتلاعبون بالالفاظ. الالفاظ الاعجميه. حتى عندهم يعني قول هكذا اعجمي فالعب به، يعني عايز تغير فيه غير. زي كلمه احنا شفنا مع بعض كلمه بكره. كلمه بكره دي هي كلمه تركيه اصلا، هي بترفع الاثقال. بكره اللي بنرفع بها الاثقال، فهي اصلها مكره. التبادل ما بين الباء والميم ده موجود في العربيه زي مكه وبكه، فده منتشر. وميزه النوع ده من الكتب ان هو بيعرفك، لان احنا دلوقتي للاسف بسبب معرفتنا باللغات الاعجميه زي مثلا الانجليزيه والالمانيه وغيرها من اللغات، بقينا احنا بننطق الاسماء
بتاعتهم زي ما هم بينطقوها بالظبط بدون اي تبديل وبدون اي تغيير. بعض الالفاظ بتاعتنا بقينا ننطقها زيهم، حتى الالفاظ اللي احنا بننطقها العاديه. لا الفاظهم هم يعني بعض الاسماء، يعني مثلا اديك مثال في بعض الاسامي اللاعبين مثلا ليفاندوفسكي، شفاينشتايجر، اسامي دي لعيبه اوروبيين. الاسم ده ثقيل في العربيه، وفي لو انت نطقته بنفس الطريقه في مخالفات في القواعد كتير. يعني مثلا تتابع الساكنين ده لا يجوز اصلا في العربيه، فلازم تصرف، وجميع الامم بتتصرف في الاسماء. الصينيين واليابانيين كلهم لما تيجي تسمعهم مثلا بينطقوا اسم انجليزي تلاقيهم بيتصرفوا في الاسم وبيغيروه تماما، مش زي ما هو. ولذلك احنا لما نيجي نكلم الناس بنقول لهم انت المفروض تتصرف في الاسماء، تتصرف في الاعلام، ما تسيبهاش زي ما هي. ممكن بيستنكر ده، يقول لك طب ده علم، طب ده كذا. احنا بنقول له لا، هي القصه ان احنا عندنا اصوات معينه لا يجوز الخروج عنها، لان احنا عندنا زي مثلا الحروف والفوناتكس والحاجات دي، صحيح، اللي هي مش مختلفه عن اللغات التانية. زي مثلا فكره لغه الضاد مثلا. بالظبط، الضاد والصاد والطاء. يعني كثير من فعل العرب بينقلون التاء اللي هي موجوده عند الانجليز او غيرهم من الامم، بينقلوها بشكل شبه دائم طاء، بشكل شبه دائم. الثاء بينقلوها تاء. يعني مثلا في ملك اسمه ثيوفيلوس خلوها توفيل، ملك توفيل. عشان تكون اسهل للنطق اللي هم العرب ساعتها. صحيح، في الوقت ده. هو ده كان امتى الكتاب ده او الزمن بتاعه؟ كان ده زمن الحروب الصليبيه، يعني في فتره الحملات الصليبيه لما بدات. طبعا حصل اتصال مع المسلمين، حصل علاقات. فلما بيجوا يتكلموا عن الحكام بتوعهم والامراء وما الى ذلك بينطقوا اسمائهم بالطريقه بتاعتهم. يعني مثلا في حاكم اسمه ارنولد، طبعا لو هننطقها بالطريقه الاجنبيه هم بيقولوا عليه ارنول او ارناط. تصدق عربي اكتر، عربيك اكتر شويه. عربي اسم عربي تحسه سهل. بالنسبه لحد مثلا مش متعلم انجلش او حتى بينطق عربي اساسي كنيتيف سبيكر، متحدث اصلي عربي، سهل فاهم. اسهل بكتير. فاحنا عايزين نشوف نفهم ازاي العرب كانوا بينقلوا الاسماء عشان نقدر ان احنا بعد كده ننقل الاسماء بنفس الطريقه. لان انت لما تعرف ده هتعرف الاصوات اللي كانت عند العرب اللي متردده في كلامهم كتير، القواعد اللي كانت عندهم لما بيسمعوا اسم بيدخل مسامعهم ازاي. فدي ميزه النوع ده من الابحاث. طبعا الكلام ده للاسف مش واخد حقه، مش بياخد يعني ثناء كتير او اهتمام كبير الا للناس المشتغله مثلا بالترجمه، الناس المشتغله بالنوع ده من التخصص يعني. بس فحبيت يعني اديكم فكره عن الحاجه زي كده. كتاب اشتريناه يا جماعه، حمزه اشتراه، شكرا. دلوقتي يا جماعه هنروح عشان صلاه الجمعه قربت خلاص، نتوضى ونطلع على الصلاه على طول ونكمل الايه الرحله يلا السباق العظيم. اوكي يا جماعه، احنا دلوقتي دخلنا حوالي قاعتين من شويه، قاعه 1 وقاعه 2. بصينا على كام كتاب، جبنا قهوه وهنخش نكمل اللفه بتاعتنا. بس في بعض الاماكن اللي احنا رحناها هنعدي عليها تاني، لان ما لحقناش نبص برضه قوي. احنا لسه بنلف لفه واسعه كده الاول، بعد كده نرجع تاني الاماكن اللي ممكن نلاقي فيها حاجه تعجبنا. في اطفال كتير هنا. انت متحمس بعد اللفه الاولى دي؟ بصراحه عجبك الكتب وعجبك هي لطيفه بجد. يعني فعلا تحس ان انت تحس ان في ناس مثقفه، يعني فاهم. تحس ان نادرا ان احنا اصلا لما بنقرا، يعني انا شخصيا يعني مثلا نادرا لما بقرا، بس لما جيت هنا حسيت ان لا، ده في ناس كتير بتقرا، وحسيت ان نفسك تقرا، صح؟ يعني الموضوع يشجعك كمان تشتري كتب، يعني او ان انت تفكر في الموضوع حتى لو انت مش بتقرا اصلا، يشجعك ان انت تفكر في حاجه زي كده. بس هي مشكله الموضوع بس ان الكتب الانجليزي غاليه شويه، يعني لحد ما ممكن نتكلم انها لو كتاب عربي ب 250 يبقى الكتاب الانجليزي مثلا ب 800 900 كده. بس هي عشان الكتب عاده بتبقى مستورده للاسف، والجوده بتاعتها بتبقى عاليه. يعني لو قارنا جوده الكتب الانجليزي بالكتب العربي، جوده الكتب الانجليزي اعلى بكتير، سواء ورق او تقفيل الكتاب او الكلام ده كله. لكن دايما الواحد للاسف بيفضل بقى يقرا كتب الانجليزي دي سواء على الكندل او الموبايل، لانه يعني بصراحه هي غاليه شويه. لكن الكتب العربي لحد ما في يعني في حدود المتناول، خاصه في اخر المعرض. انا فعلا في كتاب كان عجبني،
اللي هو بتاع تيم فيرس اللي هو اسمه The 2 Hour Work Week، لقيته ب 1200. لا عالي. 1200. يعني الحاجات دي زمان كانت هو بس عشان الفكره في اختلاف العمله اللي حصل صحيح. خلى في فرق كبير في السعر عامه يعني، فده خلى الدنيا شويه ايه، بقت غاليه شويتين ثلاثه. بالمناسبه حمزه هو مترجم كذا كتاب، فاحنا الدار النشر اللي هو ترجم معاها الكتب بتاعته معروضه هنا، فهنعدي برضو عليهم عشان نشوفهم. انا متحمس جدا صراحه ان انا اشوف الكتب. حبيبي. حاسس ان يعني هتبقى حاجه جامده كده ان انا اشوف، يعني فاهم، طلع كتاب الاقي عليه اسمك كده. حبيبي حاجة. والله كله فضل من الله يعني، الواحد بيسعى بس قدر المستطاع. انت ترجمت كام وربك كتاب بيكرم. كده؟ كذا كتاب اظن، 2 انا 3. 5 تقريبا، مترجم 5 كتب لحد دلوقتي. جامد قوي. 3 مع الدار دي واثنين كمان بس بقى ادب يعني روايات. واحده روايه كبيره كلاسيكيه وواحده قصه قصيره. طب جامد حلو قوي. احنا هنعدي على الكلام ده النهارده وهنوريه لكم ان شاء الله. بس باذن الله. نشرب القهوه نتحرك. بص هنا بقى حاجات سلطنه عمان كلها لو عايز تصورها. كل حاجه، المنشورات بتاعتهم كلها. واو ما شاء الله. سلطنه عمان ده واخدين جناح ما شاء الله جامد. هو كل دوله زي قطر والسعوديه برضو نفس الكلام. وهنا ايه الشارقه تبع الامارات. زي ما قلنا في كذا دوله، هنا فنزويلا هنا اذربيجان، في تاني ده في UN هناك. في UN. ممكن نبص كده هو ده عباره عن ايه بالظبط. معهد الشارقه زي ما قلنا. في هنا برضو صربيا بس واضح ان هم لسه ما بدأش عشان النهارده اول يوم برضه يعني. في حاجات قدامها اهي اليونان، في تونس على اليمين اهي. تونس اهي. هو من كترهم انا مش عارف اوريكم كل مكان. انا ظني على فكره الكلام ده ما كانش موجود في دور النشر اسف في معرض الكتاب اللي فات والحاجات اللي قبل كده يعني. صح؟ يعني واضح انا مش المره دي يعني. واضح المره دي ان هو في مور انترناشونال يعني. في تركيز اكتر كمان يعني فاهم. روسيا في حاجات عن روسيا اهي. الكويت، المغرب، السويد. طب هو الناس اللي جايين دول بجد دول بيبقوا دار فعلا جايه هنا؟ دي بتبقى دار، المكتوب دار كذا ده بتبقى دار يعني، بتبقى حاجه بيزنس. في واحده كمان فلسطين هناك. بتبقى حاجه بيزنس، لكن لو مكتوب اسم البلد بس غالبا دي بتبقى زي وزاره الثقافه يعني. تنوع ثقافي رهيب. ايه ده؟ بص ليه؟ بص يا حمزه، مانجا عربيه. هي المانجا دي مترجمه ولا مؤلفه ولا؟ تمام. اللي عاجبني هنا ان انت تحتك بناس من الطبقه اللي هم مثقفين، او الناس اللي بيحبوا ان هم يقراوا، او بيحبوا ان هم يتثقفوا شويه، يحبوا ان هم يطوروا من نفسهم، او على الاقل فانز اللي هو زي الحاجات الفيكشن والحاجات اللي هي القصص الروائيه والحاجات دي. بس اوفرول بصراحه انا مبسوط لحد دلوقتي. انا حاسس ان التجربه ظريفه، ان انت بتنتراكت مع ناس، بتشوف ناس. انا من شويه كنت بمشي مش عارف امشي. حمزه كان بيقول لي ان ده اصلا ده انت كده عارف تمشي. يعني يمكن الجزء ده مش احلى حاجه، لو حد فيكم ما بيحبش الزحمه مش هيستلطف ده، بس غير كده بصراحه تجربه لطيفه جدا. قاعدين بنريح شويه، نشحن الموبايل وبعد كده نتحرك. ماشي يا جماعه. عبد الرحمن من الشيشان، هل تفهم اللغه العاميه المصريه؟ العاميه قليل جدا. قليل جدا. شوي. فقط الفصحى. نعم. درست هنا القرآن. الآن أنا هنا الجو جيد ما شاء الله. ممكن كل عام هنا صيف. في الروسية برد شديدة، لا أريد البرد، ولهذا أنا أحب هذا المكان وعايش هنا ما شاء الله. الجو والبحر. حر شديد في مصر. ممكن في الصيف أنا أسافر إلى الروسية. نعم. قلت لي أنك تلعب MMA منذ قديم عندما عشت في موسكو. في موسكو. نعم. هل شاركت في بطولات؟ نعم كنت، ولكن تركت هذا لا يناسب المسلم. هذا حرام أن يضرب على الوجه. ضرب الوجه هذا حرام، لا يوافق يعني أنت تخرج وتنظر يرى يعني العورة
الناس يرون العورة. كما قال العمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ونحن لا نبعث العزة في البطولة وفي أي شيء آخر إلا الإسلام. ربما يوما ما سنلعب MMA سويا. الجسم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ممكن بنسبة له، وليس أن تجعل بأمامي العمل. معرض القاهرة والطلاب ما شاء الله يحبونها. هنا يوجد الكتب، أي كتب أنت تريد. أنت تأتي إلى مكان واحد وتبحث وتشتري أي كتب أنت تريد. ما شاء الله، هذا شيء، هذا كمثل عيد للطالب. هذا عيد للطالب. نعم. أنا عبد الله، أنا من الشيشان، وجئت إلى مصر كي أدرس هنا في الأزهر الشريف، وهذا السنة الرابعة الحمد لله، وأدرس جيدا الحمد لله. الدراسة ممتازة الحمد لله في مصر. الهدف هو الدراسة فقط؟ نعم، الهدف هو الدراسة فقط، لأن أهل مصر أهل اللغة والقرآن، ونأخذ من أهل مصر اللغة والقرآن والعلوم الشرعية. الحمد لله، أنا أحمد الله على هذه النعمة، وأسأل الله أن يداوم هذه النعمة على أهل مصر وعلى سائر بلاد المسلمين. ما أكثر شيء أعجبك في المعرض، وما ما تستحسنه هنا؟ والله هذا المعرض، أنا كنت في بعض البلدان مسلمين وبعض البلدان الكفار أيضا، وما رأيت مثل هذا الجو وهذا الناس. الحمد لله، هذا الكتب كثير، أي الكتاب لا تجده في المكتبة سنجد هنا، وحتى دون الكتاب هنا يعني نلتقي بالعلماء والإخوة. مثلا أنتم مثلا، الحمد لله نحن التقينا، كنا لا نعرف بعضنا قبل ذلك، الآن عرفنا. الحمد لله على نعمة الأخوة. الله جعلنا إخوانا أينما كنا، ومن الشيشان، من داغستان، ومن سوريا، من مصر أيضا، يعني نحن نلتقي هنا ونحب بعضنا بعضا الحمد لله. وهذه النعمة يعني لا أدري يعني أن أصفها، يعني كيف أصفها، يعني لا أعرف. الحمد لله. وفقك الله في الدراسة. الله. ماشي يا جماعة، احنا خلصنا التايم لابس، دلوقتي هناكل، بعد كده هنتحرك على القاعة اللي بعدها. زي ما انتم شايفين يا جماعة، الدنيا هنا زحمة جدا يعني، وهو برضو دلوقتي الناس تعبت شوية، ولسه الايام الجايه هيبقى فيه اكتر، يعني في زحمه اكتر من كده كمان. كنت عايز اعرف يعني ايه الاصدارات الجديده او الحاجات اللي نزلت السنه دي؟ انا عندي 62 اصدار. اوكي، ترجمه ولا يعني؟ ترجمه في الغالب، اغلبهم مترجم. دي روايات ولا؟ لا مش روايات، كتب نفسيه يعني. تاريخ الفكر الاستراتيجي الغربي. تاريخ الفكر الاستراتيجي. تمام. الكتاب ده برضه بتاع دكتور هاوس، مسلسل دكتور هاوس. اوكي، كلهم. في برضه كتاب حمزه مترجمه معانا، كتاب جميل. حمزه اللي هو انت صح؟ حمزه ابن عم يا جماعه، ما شاء الله عليه. الصويله دي مش شكلنا. الكتاب ده تقريبا بقاله 3 سنين يا حمزه صح؟ مظبوط. بس الكتاب لسه. الكتاب ده الكتاب يا جماعه اللي حمزه ترجمه. المين ستوري اللي الكتاب اتسمى عليها، هو طفل مر بظروف قاسيه جدا، الولد ده، وعاش عيشه صعبه جدا لحد ما حتى فقد اللغه. يعني هو ما فيش لغه، ما بيتكلمش، ما فيش مثلا جمله على بعض، لا يقيم جمله. هو ده فكره الكتاب، ان هو بيتكلم على ان احنا عايشين في عصر كله بيعظم الانجاز الفردي. انت دايما حاسس ان انت فاشل، تفتح انستجرام تلاقي ناس بتعمل انجازات، تفتح فيسبوك الناس بتتجوز وبتسافر وبتعمل كل حاجه، فتحس ان انت لاكينج بيهايند، تحس ان انت مش عارف توصل لحاجه. لما تقرا كتاب زي ده تبتدي تشوف ازاي تتعامل مع نفسك، ازاي ترفق بنفسك. وهنا اخونا عمار، برضو عمار المصري، عامل ترجمه مقدمه شامله في علم النفس،
وعمار ما شاء الله ترجماته كويسه جدا يعني، فشاوت اوت بقى الشغل عمار. كتاب انا حسيته يعني العنوان بتاعه كاتشي شويه وحسيته انترستنج، يعني حسيته بيتكلم عن حاجه عميقه شويه، بس في الاول مش فاهم صراحه ايه. كنت عايز اعرف منك اكتر الكتاب ده بيتكلم عن ايه، او هو يعني ايه الفكره بتاعته. تمام، يعني هو في البداية هو المفروض الكتاب يعتبر زي حركة إصلاحية أو ثورة فكرية. بتتكلم إن إحنا عايشين في القرن ال21، الإنسان بقى حواليه مجموعة من العناصر بتشكل شكل المصفوفة اللي هي في المثلث ده. زي ذا ماتريكس مثلا، بعيدا عن نظرية الحاجات الإلحاد والحاجات اللي فيها دي يعتبر شوية، بس الاختلاف إن هي العناصر دي موجودة من الواقع حوالينا في كل جوانب حياتنا، عناصر خفية ظاهرة من صنع الإنسان نفسه. يعني هي كل حاجة بتخلي الإنسان يبقى في غفلة أو قاعد في يعني في غياب العقل، أو يعني كل حاجة بتتوه الإنسان، بتخليه يجري ورا الشهوات والحاجات المصطنعة. فهو يعتبر زي التحذير أو نداء تحذيري للإنسان في القرن ال21 إن هو يعود بفطرته إلى الماضي ويبتعد عن كل المشتتات اللي بتمنع العقل إن هو يسمو ويرتقي. طب إيه أمثلة للحاجات دي؟ في أمثلة منها؟ أمثلة، هو الكتاب بيتناول بعض الأفكار السيئة اللي بتتسرب لنا مثلا من خلال السوشيال ميديا أو من خلال التلفزيون، من خلال الأفلام، كل حاجة حوالينا في شر خفي محيط بينا كلنا يعني. وبيتناول برضو بعض الحاجات في علم النفس زي الفجوة الأسرية ما بين الآباء والأبناء، generational gap. بالظبط، مظبوط. بيتناول برضو بعض آراء الفلاسفة زي راسكن وروسو في إن هم بينادي العودة للماضي، وبيستعين ببعض الأحاديث النبوية والتعليم السيد المسيح في إن احنا يعني نعود مرة أخرى لكل حاجة يعني كويسة للعقل. دي حاجة جميلة جدا، إن فعلا الواحد بيحس الفترة دي إن أغلبية الناس بسبب الوقت اللي احنا فيه، وقت السوشيال ميديا، كل حاجة سريعة جدا، فالواحد مش ملاحق اصلا ان هو يعني يقعد، يعني واحد لو مثلا قلت له اقعد اقرا مثلا 10 صفحات في كتاب يحس ان هو لا مش قادر، بس ممكن يقعد يسكرول على التيك توك مثلا، وانا بتكلم عن نفسي يعني ممكن ساعتين 3، فاهم؟ فهي دي مشكله فعلا. بقول لك هو الكتاب برضو موجه بالنسبه للناس اللي هي بتحب القرايه قوي والناس اللي ما عندهاش خلق خالص، فهو يعتبر كبدايه لاي حد مناسب جدا، وكتاب متواضع في عدد صفحاته، بريفلي جدا، مختصر في الفكره اللي بيحاول يوصلها. نايس والله، جامد. ويعني يعني مصريه كده، كوميديا سوداء، حاجات من الواقع المصري، هتلاقي قفشات افلام وحاجات جميله. ضمن الحاجات اللي انا بحبها في بعض الافلام فيلم ذا ليتل برنس، ميزته ان هو بيقول لك حاول ترجع طفل تاني، حاول ترجع تحب شغفك كده، تحب القرايه، تحب الرسم، تحب الحاجات اللي للاسف فقدت من حياه الناس. انت فعلا حسيت ان انت دخلت وطلعت المعرض بشكل مختلف، في حاجات اتغيرت فيك. النهارده كانت تجربه بالنسبه لي وبالنسبه لحمزه من احسن التجارب اللي مرت علينا خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا ان انت مش بس انت جاي هنا عشان تقرا، او انت جاي هنا عشان انت شخص مثقف، او ان انت مثلا شخص، لا بالعكس. هو انا خدت بالي ان هنا الناس شخصيتهم فيها روح رياضيه قويه جدا، يعني بيساعدوك لو انت بتدور على حاجه. الناس هنا في تعاون رهيب. هنا اصلا حتى لو انت جاي مش عشان تشتري كتاب، انت ممكن تيجي اصلا تتفرج، تخرج. الروح هنا جميله جدا، وخصوصا كمان ان انت في اختلاف ثقافي واختلاف سني واختلاف من كل حاجه، بيحسسك ان انت بتشوف ابعاد جديده انت مش بتشوفها في حياتك اليوميه، او مثلا في الشغل كلنا بنشتغل وكده، بس الحياه هنا يعني مختلفه شويه، او الاكسبيرينس هنا مختلفه شويه. فانا بصراحه برشح لاي حد ما راحش معرض الكتاب قبل كده، او يعني عنده الفرصه، شاف الفيديو ده وعنده الفرصه ان هو يزور معرض الكتاب، يجربه على الاقل. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا، وان شاء الله نكررها مره ثانيه. ماشي، احنا هنشرب القهوه دي بقى عشان نلحق نروح. سلام.